بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأهلا بكم في لقاء جديد على قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. هتكلم مع حضراتكم عن أهم المعلومات اللي تخص العرجسوس، بما إنه في هذه الفترة انتشر الكلام عنه وعن أضراره، وإنه بيستخدم كثير خلال شهر رمضان المبارك. هتكلم عن فوائده، لأنه هو ليه فوائد برضه، مش ملهوش فوائد خالص، وإمتى تمتنع عنه، وإمتى أفضل ليك إنك أنت تمتنع عنه. كذلك الأدوية اللي هو ما ينفعش يتاخد معاها أو بيأثر عليها. أتمنى من حضراتكم الدعم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل الفيديو ده لأكثر عدد من الناس، وعشان يستمر تقديم المحتوى لحضراتكم بالشكل الأفضل. بحضراتكم من جديد. طبعا يمكن لاحظتوا على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والمواقع الإلكترونية التحذير من استخدام العرجسوس بشكل كبير جدا، خاصة في هذه الأيام. فهل هو ملوش فوائد؟ أول حاجة هو ليه فوائد وليه أضرار، وفي فئة المفروض تبعد عنه، وفي أدوية بتستخدم مينفعش يتاخد معاها. عشان ما أطولش على حضراتكم، بالنسبة للفوائد بيستخدم دايما في مشاكل المعدة والجهاز الهضمي، عشان هو بيحتوي على مادة اسمها الفلوفونويد، دي مضاد للالتهاب، فبالتالي بيستخدموه كثير في موضوع المعدة والقولون والكلام ده. تمام. تاني حاجة بيستخدم أيضا في علاج الاتش بايلوري، واللي هي معروفة باسم جرثومة المعدة، لأنه بيحتوي على مادة بتستخدم في قتل هذه البكتيريا. تمام. أيضا هو منظف للجهاز التنفسي، كذلك برضو بيستخدم في كثير من الالتهابات الجلدية. دي أهم الفوائد بتاعة العرجسوس. نخش بقى على الأضرار بتاعة العرجسوس عشان ما أطولش على حضراتكم، وده مختصر الكلام كله. بدل أنت ما تلف هنا وهنا، هتلاقي بإذن الله ده مختصر للكلام بشكل مفهوم وبشكل مبسط، وبالمعلومات اللي تهم حضرتك كغير متخصص. أول حاجة العرجسوس من الأضرار بتاعته إنه بيسبب ارتفاع في ضغط الدم. تمام. ايضا بيسبب نقص البوتاسيوم، فلما بينقص البوتاسيوم بتحتبس السوائل في الجسم، وبالتالي بيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم برضو، وايضا ورم في الجسم وزيادة مية والكلام اللي انتوا بتلاحظوه. تمام. الناس اللي هي مصابة بمشاكل في الرحم، السيدات المصابة بشكل في الرحم، اي مشاكل من اي نوع ما تستخدمهوش. تمام. الأطفال أقل من 10 سنوات ما ينفعش يستخدموه. كذلك أنت لو بتاخد أي أدوية ضغط كده باختصار، أو عندك مشكلة في القلب، أو عايز القدرة الجنسية بتاعتك تستمر كما هي، ما تستخدمش عرجسوس. يعني مثلا أنت ما عندكش ضغط، ما عندكش مشكلة في القلب، لكن لازم تعرف بالذات الصدر ده إن هو الاستخدام الكثير بتاعه والاستخدام المفرط فيه بيؤثر على العملية الجنسية وعلى نقص هرمون التستوستيرون عند الرجل. فبالتالي انت بقى قيس امورك، المعدة اهم ولا التستوستيرون اهم؟ تمام. دي اهم المعلومات عنه. فاضل بس قصة الادوية اللي هو ما ينفعش يتاخد معاها. شايفين الدواء اللي هو اللانوكسين ده ما ينفعش يتاخد معاه باي شكل من الاشكال، لانه بيزود الاثار الجانبية بتاعته. كذلك الاسبوسيد ده، او المنتج ده برضو الاسبركارلو، اي نوع اسيتيل ساليسيليك اسيد. العرجسوس بيؤخر او بيقلل من فاعليته. تمام. فبالتالي ما ينفعش لو حد الدكتور وصف له او هو بياخد الاسبوسيد عشان يسيل الدم والكلام ده وتاخد معاه عرجسوس، ده كانك ما خدتش حاجه. ثانيا، لو انت بتاخد اي دواء للضغط ما ينفعش تاخد عرجسوس. يبقى خدها قاعده عامه كده يا جماعه، ما ينفعش ناخد العرجسوس لو في مشاكل في الضغط، لو باخد علاج ضغط، او في مشاكل في القلب، او عايز احافظ على الصحة الجنسية بتاعة الرجل. ما ينفعش برضو نوصف له انه العرجسوس ياخده بكثرة. ما فيش المشاكل دي، خد العرجسوس عادي، ولا تفرط فيه ولا تفرط في استخدامه. تحياتي لحضراتكم، واتمنى لكم صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.